السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في محاضرة جديدة من كورس الإعراب في محتوى خيالي من ال AI. إن شاء الله النهاردة إحنا خدنا في المحاضرة الأولى الممنوع من الصرف وذلك لعلة واحدة، ومختصر العلة الواحدة إن هي علة قامت مقام علتين، وهي إما صيغة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، إما صيغة منتهى الجموع أو الألف التانيث المقصورة أو الممدودة. يلا بينا نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أنا عندي علتين ثابتين، زائد إن فيهم علة كمان. يعني مثلا عندي العالمية أو الوصفية زائد علة كمان. العلة الأولى العالمية بيكون معاها 6 علل مصاحبين ليها. تعالى نشوف ده الأول. أول حاجة العالمية مع التأنيث، يعني بيجي لي علم مؤنث. يعني إيه علم مؤنث؟ يعني مثلا زي فاطمة، درست فاطمة بجد، إذا ففاطمة تمنع من الصرف. مش شرط إن هو يكون ممنوع من الصرف إن هو يكون في حالة الجر فقط، ولكن الممنوع من الصرف هو ممنوع أيضا من التنوين. تعال نشوف العالمية والتأنيث. العالمية والتأنيث لفظي مثل أسامة. يعني إيه لفظي مثل أسامة؟ خلي بالك إن أنا عندي أسامة، عندي أسامة آخر تاء مربوط، ماشي. معاوية آخر تاء مربوط، حمزة برضو آخر تاء، آخر تاء برضو إيه مربوط. في كل ده مؤنث لفظي، مؤنث لفظي، مش مؤنث معنوي. زي مثلا زي زينب، ماشي. مررت برضو بزينب، تمام. تعالى نشوف كده. يبقى انا كده معايا عالم مؤنث، يوم اشوف فاطمه، يوم اشوف زينب، يوم اشوف معاويه، يوم اشوف حمزه، يوم اشوف اسامه، فالاسماء دي كلها هي ممنوعه من الصرف، وذلك بسبب العالميه مع التانيث. رقم اثنين العالميه مع العجمه. العالميه مع العجمه كل اسم ليس عربيا. يعني ايه كل اسم ليس عربي؟ يعني جديد على العرب، مش من اسماء العرب. يعني مثلا زي باريس، اسحاق، ابراهيم. طبعا عندي كل اسماء الانبياء عجمية ما عدا 6 أسماء جمعناهم في كلمة صن شمله. كلمة صن شمله، صن، الصاد هنا تفيد بسيدنا صالح، والنون بسيدنا نوح، فدي أسماء مصروفة عادي لا تمنع من الصرف، ماشي. الشين شعيب، الميم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللام هو سيدنا لوط، والهاء هو سيدنا هود. فكل الأسماء دي تصرف ولا تمنع من الصرف، تمام. لكن إبراهيم، إسحاق، يوسف، موسى، عيسى، فدي أسماء تمنع من الصرف، تمام. اتنين تلاتة هو العالم المركب تركيبا مزجيا. أول حاجة تعالى فوائد التركيب المزجي. التركيب المزجي إن أنا عندي كلمتين امتزجتها حتى صارتا كلمة واحدة، مثل بورسعيد، حضرموت، بعلبك. فالكلام ده كله، حضرموت وبعلبك وبورسعيد، ال3 أسماء ديت ممنوعة من الصرف، ولا تنون ولا تجر بالكسرة، ولكن تجر هنا بالفتحة. 4 العلم المنتهي بألف والنون زائدتين. شرط إنه يكون ألف ونون زائدتين، مثل عثمان، رمضان، سليمان. تمام كده. كل دي أسماء منعت من الصرف لأنها علم، يبقى في المقام الأول 2 واجتمعت معاها علة ثانية إن هي يكون في آخرها ألف ونون. 5 العلم على وزن فعل. يعني إيه علم وعلى وزن فعل؟ يعني مثلا كلمة أحمد، أنا سميت بيه إنسان، مفيش مشكلة لحد دلوقتي. لكن هل في أحمد في فعل على نفس الوزن بتاع أحمد؟ مثل أحمد الله على وزن أفعل، تمام كده. خلي بالك برضو من الحتة ديت، أي اسم يستخدم كعلم ولكنه يشبه الفعل في وزنه، ماشي. ممكن أحمد وأسعد، ده برضو نفس الموضوع. يزيد، برضو يزيد ممنوع من الصرف. يحيى وتغلب، كل دي أسماء ممنوعة من الصرف لأنها جمعت معها علة العالمية مع علة التشبه بالفعل. رقم 6 ودي الأخيرة العلم الذي على وزن فعل. باختصار شديد جدا، أنا عندي كلمات في اللغة العربية على وزن فاعل حولت وعدلت، بدل ما هي تكون على وزن فاعل بقت على وزن فعل، ضم الفاء وفتح الايه العين. يعني مثلا عمر كان اصلها ايه عامر، زحر كان اصلها زاحل، هبل كان اصلها هابل اهي، كان اصلها عامر واصلها زاحل واصلها هابل. فكل الاسماء دي كان على وزن ايه فاعل ثم ايه ثم عدلت. كده احنا خلصنا المجموعه الاولى، كده مفيش مشكله. احنا عندنا القسم الاكبر يعتبر ايه خلص. المجموعه الثانيه هي عندي الوصفيه، واجتمع معها عله من 4. الوصفيه هو وزن الفعل اللي هو فعلان الذي مؤنثه فعلة. يعني مثلا مثل عطشان مؤنثها ايه
عطش، يعني ممكن اقول هذا عطشان، هذه عطش، هذا غضبان، هذه غضبة. تمام كده، هذا عطشان، هذه عطشة، هذا غضبان، هذه غضبة، هذا جوعان، هذه جوع. فأنا عندي أول حاجة الوصفية مع الوزن فعلان الذي مؤنثه إيه؟ فعل. رقم اتنين الوصفية ووزن أفعل. إحنا خدنا الفعل على وزن اللي مثلا بيكون على وزن الفعل، اشتبه معايا إن يكون أحمد مثل أو أسعد، كل دي أسماء ممنوعة من الصرف. طب هل لو كلمة هي وصف ولكن اجتمع فيها وزن أفعل، وصفية واجتمع فيها وزن أفعل، مثل زي أخطر، أجمل، أفضل، أعرج، برضو نفس الكلام، هي على وزن إيه؟ أفعل. دي كده رقم اتنين. رقم تلاتة وزن فعال ومفعل، باختصار شديد جدا مش بيكون غير مع الأرقام اللي هي من 1 ل10، والسبب الصفة دي عن الألفاظ اللي أعداء إن هي صفة عددية معدول عن الألفاظ. يعني مثلا بدل ما أقول واحد، لا هقول أحاد، وأقول وإيه؟ وأقول موحد. بدل ما أقول اتنين، ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث. ماشي، ده المذكر والمؤنث. أربعة الوصفية وزن فعل، مش بتيجي غير مع كلمة واحدة بس في الوصفية وفعل، اللي هي فعدة من أيام أخرى. أخرى على وزن إيه؟ فعل. تمام كده. خلينا نعرف برضو، إحنا كده خلصنا ما اجتمعت فيه علة واحدة وما اجتمعت فيه العلتين. إعراب الممنوع من الصرف باختصار شديد جدا، إعراب الممنوع من الصرف مش شرط الإعراب الممنوع من الصرف إن هو يتكسر بالفتحة، لا برضو إن هو ما ينونش. فأنا عندي في حالة الرفع عادي يرفع بضمة، يرفع بالضمة الظاهرة ولكن بدون تنوين، ده أهم حاجة في النصب. ينصب بالفتح الظاهرة ولكن بدون تنوين. في حالة الجر، هنا بقى الجر هنا ينصب بالفتحة وبرضه بدون تنوين. طب شرط إن أنا هنصبه بالفتحة وبدون تنوين إنه يجتمع فيه شرطين: واحد ألا يقترن بأل، لا ليس أوله أل. اتنين ألا يكون مضاف، ما يكونش مضاف لكلمة ما يجيش بعدها كلمة مضاف إليه. طب تعالى نشوف الجدول دوت. إيه الفرق بين دي الكلمة دي، وإيه الفرق الجملة ديت، وإيه الفرق بين الجملة دي، وإيه الفرق برضه بين الجملة ديت. الجملة الأولى صليت في مساجد أثرية، صليت في المساجد الأثرية، صليت في مساجد القاهرة. باختصار شديد جدا مساجد أثرية والمساجد الأثرية. مساجد ما فيهاش ألف ولام، أثرية دي نعت مش مضاف إليه، فأصبح عندي كلمة مساجد ممنوعة من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع، لا مقترنة بأل ولا فيها مضاف. أصبحت فيها كلمة ممنوعة من الصرف تجر بالفتحة. لحد دلوقتي الكلمة دي تنطبق على الشروط. لكن في المثال اللي بعديها صليت في المساجد الأثرية، قلنا أثرية نعت فمش هتأثر معايا، فإذا فالكلمة ما جاش بعدها مضاف إليه ولكن جه بعدها نعت. الكلمة والمشكلة في الكلمة اللي موجودة فيها، اللي هي الألف واللام، اللي هي اسم مجرور بالكسرة لأنه فقط شرط من الشروط اللي هو بقى فيه ألف ولام، اللي هو اقترانه بألف، هنا في مجرورة بالكسرة. صليت في المساجد، في مساجد القرية، آسف في مساجد القاهرة، برضه دي خرجت معايا وتصرف عادي، وتجرب الكسر عادي، وتنون برضه عادي. طب ده ليه برضه؟ قال لك هنا ان هي اضيفت الى كلمه اخرى. كده احنا خلصنا النوع من الصرف. تعالى بقى الجزء الاهم، ان احنا ناخد اختبار سريع في قسم تطبيق الاعراب التفصيلي. وما تنساش ان احنا نعمل ان شاء الله اختبار شامل على كل اللي احنا خدناه والدروس اللي احنا خدناها قبل كده، على حد ما اتذكر الاعراب الممنوع من الصرف والاسماء الخمسه. تمام كده، والاعراب برضه اللي هو الخاص بالاسم آه، اسم كان اخره حرف عين. تمام. اول حاجه نجح احمد. احمد لحد دلوقتي فاعل مرفوع علامه رفعه والضمه الظاهره على اخره، ولم ينون ليه؟ لانه ممنوع من الصرف. طب ايه سبب منع من الصرف؟ لان اول حاجه علم، واثنين وزن الفعل اللي هو على وزن افعل. اثنين ان بورسعيد، بورسعيد هنا اسم ان منصوب بالفتح، لحد دلوقتي مفيش مشكله، هي فتحه ظاهره ودي مش علامه فرعيه. لكن ليه؟ هل هو ممنوع من الصرف او ممنوع من الصرف؟ لان هي اول حاجه كلمه بورسعيد هي علم على اسم مدينه. اثنين العله اللي بعديها اللي هي التركيب المسجد. اثنين مررت بعمر في المسجد. كلمة عمر هو اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. أول حاجة لأن عمر علم. اثنين العالمية والعدل. ماشي، عدلنا من عامر، هنا مش وزن الفعل خالص. ماشي، من عامر لعمر. تحدثت مع رجل غضبان. رجل غضبان، هنا خلي بالك، هل الإعراب هنا عندي رجل ولا غضبان؟ الإعراب هنا مطلوب مني غضبان. تعالى نعرب مثلا رجل مع رجل. فمع رجل جر ومجرور
جار ومجرور ده مجرور بالكسر عادي، لكن غضبان هنا نعت، والنعت يتبع المنعوت. فالنعت لما يجي يتبع المنعوت هل يتبعه في المحل الاعرابي ولا في الحركه؟ لا طبعا هو هنا بيتبعه في المحل الاعرابي. طب هل هو الرجل مجرور ولا مش مجروره؟ مجروره، اذا فغضبان مجروره. قال لي غضبان ممنوعه من الصرف ولا مش ممنوعه من الصرف؟ ممنوعه من الصرف. اذا فلما تيجي تجر، تجر بالفتحه ولا بالكسره؟ هتجر بالفتحه. ليه هنا مجرورة بالفتحة؟ أول حاجة صفة ووزن فعلان لأنها مؤنثها فعلة، اللي هي غضبة. ماشي. سافرت إلى صحراء واسعة، كلمة صحراء برضو ممنوعة من الصرف. طب ليه ممنوعة من الصرف؟ هنا اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسر، لأنه ممنوع من الصرف، ومختوم بألف التأنيث ممدودة زائدة. وده اللي احنا هناخد منه تفصيلة قدام، ازاي نفرق هل كل ما كان آخره همزة يمنع من الصرف ولا يمنع من الصرف. ده اللي احنا نعرفه. تمام. كلمة الفلاسفة دي بتيجي في الامتحان. احنا تعالى نشوف اللي هي العلة التي قامت بمقام علتين، وبالتحديد اللي هي صيغة منتهى الجموع، اللي هي مثلا زي ايه؟ زي مساجد. احنا لازم صيغة منتهى الجموع يكون أوسطها ساكن. أوسطها ساكن، مكان بعد ألف تكسير حرفين أو ثلاثة أوسطها ساكن. هنا بعد ألف تكسير ثلاث حروف ولكن الوسط متحرك، فهنا تصرف ولا تمنع من الصرف. ودي خلي بالك منها. فهي فلاسفة مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة الظاهرة، وهنا ليست ممنوعة من الصرف. ليه؟ أن بعد ألف تكسيره ثلاث حروف أوسطها متحرك وهي الفاء، وليس ساكن فهي مصروف. ماشي. 7. استعنت بالمصابيح الحديثة. بالمصابيح برضو هنا اسم مجرور المفروض كان يمنع من الصرف، ولكنه صرف لاقترانه بألف. ودي برضو خلي بالك منها. مررت بتلاميذ متفوقين. كلمة تلاميذ هنا مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسر اللي هو ممنوع من الصرف، لأنها صيغة منتهى الجموع وسطها مكان بعد ألف تكسيره ثلاث حروف وسطها ساكن. عجبت بعلماء الأمة. كلمة علماء الأمة هنا ليه هنا جرينا علماء؟ ماشي. جرينا علماء هنا لأنها مضافة إلى كلمة الأمة. تعال نشوف تنبيهات الفوائد، وده ما بتيجي في الامتحان. التنبيه الأول قلنا ان هو كلمه مثلا، هل كلمه مصر نعرف ازاي كلمه مصر وكلمه هند مع انها علم مؤنث، ولكن هنا كلمه علم مؤنث هنضيف عليها شرط، او من خصائصها ان هي ثلاث حروف وسطها ساكن. ثلاث حروف وسطها ايه؟ ساكن. نمنعها من الصرف ولا ما نمنعهاش؟ نمنعها من الصرف زي اي علم مؤنث ولا ما نمنعهاش؟ لا، قال لك هنا يجوز فيها الوجهين. طب هنا ليه يجوز فيها الوجهين؟ تعال نرجع الاول لاصل الكلمه او لاصل المنع من الصرف. وايه قصد اصل المنع من الصرف؟ استقر على الكلمه. لما كان ثلاث حروف وسطها ساكن الكلمه اصابها شيء من الخفه. فلما اصابها شيء من الخفه اصبح عندي ان انا ممكن اصرفها وممكن ما اصرفهاش. ممكن اصرفها وممكن ما اصرفهاش. فالعيال حكم النحو هنا يجوز صرف ويجوز منع من الصرف، والمنع اولى. فلما ممكن اقول ايه؟ عشت في مصر الامنه، ممنوع من الصرف مجرور بالفتح، ويجوز ان نقول هبطنا مصر، او ممكن ايه؟ اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. ماشي. خلي بالك هنا ما ايه؟ منونه. الفائده الثانيه نوع الهمزه في الاسم الالف الممدود. لا، مش اي حاجه اخرها الف وهمزه تمنع من الصرف. مش اي حاجه اخرها الف وهمزه تمنع من الصرف. لازم تكون الف وهمزه زائده مش اكتر من كده. يعني مثلا لما اجي اقول الهمزه الاصليه لا، تصرف عادي. منقلبه عن اصل تصرف عادي، لكن المزيده للتانيث او للجمع هنا تمنع من الصرف. يعني مثلا كلمه ابتداء وانشاء دي تمنع، دي تصرف عادي. بناء وسماء ودعاء دي تصرف عادي، لكن لما اقول صحراء، خضراء، ماشي، علماء، اصدقاء، دي تمنع من الصرف. ماشي. بس كده نكون خلصنا الجزء الثاني. إن شاء الله انتظرونا في الاختبار الشامل. شكرا.